يلا بسم الله على المحطة اللي بعدها. ما احنا لسه واصلين المحطة دي. أيوة صح، بس المحطة مستنياني والركاب معتمدين عليا. ركاب مين؟ متخيل انهم مهتمين بجد؟ لو وقفت دلوقتي محدش هيحاسبك. خليك هنا، الشغل كتير، خلينا نرتاح. بس لو فضلت هنا هفضل في نفس المكان، مش هوصل المحطة. ماشي، بس شوف المنظر من الشباك، مش اجمل من التعب ده؟ خلي القطر واقف شوية لحد ما تحس انك جاهز تتحرك. يمكن عندك حق، يمكن الوقوف أريح. القطر ما اتعملش عشان يقف، المحطات مش هتجيلك لحد عندك. السلام عليكم، اهلا بيك يا صديقي في بودكاست ايزي ليرن. بعد ما سمعت المشكله، تعالى افهمك اكتر واقولك الحل عشان تخلص اللي وراك لو انت مزاجنجي وبتحب الشغل بمزاج. خلينا نبدا بالسؤال المهم اللي هنجاوب عليه في حلقه النهارده، وهو ايه المشكله في المزاج؟ انا عارفه ان انتاجيتك بتبقى اعلى لما تشتغل بمزاج، وحقيقي الشغل بمزاج لا يعلى عليه، لكن ما ينفعش تعتمد عليه اعتماد كلي. ببساطه لان المزاج ده شيء متقلب، يعني يوم ليك وعشرة عليك، والحياة بتمشي بجدية أكتر من كده. يعني هو ده الدلع، إنك تعتمد على مزاجك وعايز كل حاجة تمشي بمزاجك، وده مش هيسعفك في مواقف كتير جدا في حياتك ومش محتاجة أقولك إن السبب الأول والأساسي في مرجحة مزاجك دي هي التليفون. التليفون سبب في سرعة تغير مزاجك وتشتتك الدائم، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل في حلقة تشتت على قناتنا ايزي ليرن لو حابب تعرف أكتر. المهم لو لسه مفهمتش كلامي، تعالَ أحكي لك السيناريو المتوقع دايمًا والأكثر انتشارًا في جيلنا بالذات، عشان تشوف المشكلة بنفسك. أنت عايز تعمل task معينة، فعقلك هيمشي على الخطوات دي. أولًا هيوهمك بصعوبة الtask المطلوب، فمثلًا أنت عايز تذاكر درس جديد، فهيطلع لك بأفكار قد إيه الدرس ده صعب وطويل، وتبدأ تفكر هياخد وقت قد إيه، وهتحل عليه كام صفحة، وقد إيه واجب، وهكذا. فأنت هتركن الtask ده على جنب، وده اللي هنعرف إزاي منعملهوش. طيب في حالة إنك ما استجبتش للمرحلة الأولى، ولقاك خلاص رايح اهو في الطريق تعمل اللي وراك، قعدت على المكتب وخلاص هتبدأ، خش عليك المرحلة التانية وهي الخدعة، إن المكتب عايز يتروق وتظبيط الشغل أهم من الشغل نفسه، والبيئة المرتبة تدل على عقل مرتب. واخدك وراه في حتة نروق المكتب والأوضة والسرير والدولاب، وننزل الشتوي ونطلع الصيفي، ونبرد الأوضة ونجيب زرعة جنب الشباك، ومش هتفتكر أصلا انت كنت بتعمل ايه. طيب في حالة إنك ما استجبتش للمرحلة التانية، هيخش عليك بقى بأسوأ مرحلة، ودي للأسف احنا غالبا بنوصل لها، وهي المماطلة أو التسويف يعني. بس مش هيجيبها لك مباشرة كده، لأ، ما انت عارف بقى يعني نوعا ما عندك وعي بالتسويف. فهيفكرك بتاسكات بقالها 25 سنة متعملتش، وأكيد التاسكات دي محتاجة مجهود أقل، ما هو ده هدفه من الأول، وهنشرح الموضوع ده كمان شوية. وتتسحل بقى في مسلسلات أو فيديوهات أو ريلز أو تعمل أي حاجة ملهاش علاقة بالمطلوب، وتبقى مخلصتش اللي وراك، وكل اللي فات ده تحت مسمى ماليش مزاج، أو أظبط مزاجي الأول ونشتغل. فيوم والتاني الحاجات عمالة تتراكم عليك، فأعتقد دلوقتي شفت بنفسك الكارثة اللي وقعت فيها بسبب إن ملكش مزاج. تعالَ أقول لك على السر الخطير عشان تكون معايا في الصورة. لازم تعرف عقلك أداة لتوفير الطاقة، كل غرضه في الحياة يوفر الطاقة اللي عمال يحرقها الوظائف البيولوجية طبعا عشان تعيش بأقل مجهود، وفي التفكير الحاجات دي. وما تظلمهوش، يعني هو ليه حق يعمل كده لأنه بيتعب جدا في تنظيم كل حاجة انت عارفها أو مش عارفها في جسمك، بقى في التفكير نفسه، قراراتك الإرادية واللا إرادية، حركاتك وكل حاجة. ففكرة انك تعمل حاجة يعني تتحرك وتشتغل وتذاكر وتفهم، ومجرد التفكير يعني تستهلك طاقة، وعقلك مش عايزك تستهلك طاقة. تمام. ففي كل مرة هتبدأ تعمل حاجة، تخلص اللي وراك، تذاكر، تشتغل، فانت بتقول لعقلك عايزين نتحرك، فعقلك هيبدأ ياخد منك موقف دفاعي عشان يحافظ على الطاقة بحجة المزاج. ومن هنا تبدأ المشكلة. نيجي للسؤال المهم، ازاي تقدر تتغلب على عقلك وتشتغل حتى لو ملكش مزاج، او للدقة يعني عقلك مش مساعدك انك تشتغل. مفتاح الحل هو مبدأ واحد هقوله لك دلوقتي، فهمته تبقى عرفت سر الصنعة، وازاي الناس اللي هناك دي مخلصة اللي وراها قاعدين بشوات كده، وانت معكوك العكة دي. المبدأ هو ان العقل زي اي عضلة محتاج تدريب.
عشان تبقى أقوى وأكثر تحمل وتعرف تستعملها أحسن. زي ما بتدرب جسمك في الجيم محتاج تدرب عقلك على الالتزام. كل مرة هتلتزم فيها حتى وانت ملكش مزاج عقلك بيوفر طاقة، عايز تنام، عايز تعمل حاجة تانية أحسن، كل ده هيخليك تبني عادة أقوى وأقوى. وفي الآخر لما تلاقي نفسك بتشتغل بدون ما تستنى مزاجك، افتكر انك كسرت اللعبة اللي عقلك بيحاول يلعبها عليك. وهو ده السر يا صديقي. فخليني أقولك على حاجات تدرب عقلك بيهم، وبإذن الله يبقى بناء العادات وخاصة عادة الالتزام أسهل بكتير بعد كده. يعني الالتزام أنا مش هو مش حل سحري يعني، تمام، بس هو خطوة كبيرة قوي قوي في الحل، خطوة كبيرة قوي في حل كل مشاكلك في كل الجوانب في حياتك. والحلول اللي هقولها دي من أرض المعركة، أنا مش بكلمك من جو كبز ومرضى. أنا زيك لو أنت طالب ثانوي أو جامعي وبمر باللي انت بتمر بيه وعارفة الزنقة اللي انت فيها، وكل اللي هقوله ده نتيجة تفكير عميق وبحث في مشاكلي ومشاكلك ومشاكل غيرنا عشان نحلها سوا. الحل الأول هو انك تبدأ من عند المشكلة. هترجم المشكلة فين؟ في عقلك. يبقى الحل يبدأ منين؟ من عقلك. ما فهمتش لسه؟ طب هقولك، غير طريقة تفكيرك. لازم تفهم وتقتنع ان فكرة ملكش مزاج دي مجرد اقتراح من العقل عليك. وافهم الجملة دي كويس قوي، مجرد اقتراح ملوش اي اساس ملموس. فبدل ما تفكر مش عايز اعمل الحاجة دي، فكر هعمل الحاجة دي عشان اوصل للي عايزه. دايما نربط المهمة بهدف اكبر او صورة ايجابية عشان يبقى عندك حافز. وخلي بالك قوي قوي من النقطة دي، اوعى تستهتر بيها. الحافز ده مش حاجة فرعية ولا معنوية وكلام وخلاص، لا، انت اصلا عقلك ده عبارة عن ايه؟ افكار. شوية أفكار توديك وتجيبك، تخليك تنجز ما تنجزش، تقلق ما تقلقش، وأهم فكرة تزرعها في عقلك وهي اللي بتولد أفكار تانية كتير بتأدي للالتزام هي الحافز. وإنك دايما تحاسب نفسك، ومش قصدي هنا يعني تقسو على نفسك وتلومها وجلد الذات ده، لأ، يعني تحاسب نفسك وتعرف ليه بالراحة. ليه بعمل اللي بعمله ده؟ ليه بذاكر؟ ليه بمسك الموبايل؟ ليه خارج مع اصحابي؟ ليه بضيع وقت؟ ليه بنام وقت طويل؟ ليه مش بنام كويس؟ ليه مش بركز؟ ليه بركز؟ ليه؟ لان ببساطة اذا عرف السبب بطل العجب. انت فاهمني؟ اذا عرف السبب بطل العجب. تبقى في حاجة ومشكلة، هو ده العجب، تمام. اول ما تعرف الخطوات او سببها، عرفت السبب بطل العجب، خلاص يعني عرفت الحاجة المعقدة دي جت منين. مثلا وده مثال شائع عند ناس كتير وهو النوم. بغض النظر انت متفق على الفكرة اللي هقولها دي ولا لأ، بس باعتبار يعني اي فكرة ماشي، خد ده كمثال وطبق على اللي انت عايزه. بس عندك اهو مشكلة النوم وقت طويل او للدقة يعني الصحيان متأخر، دي مشكلة. اسأل نفسك كده، ليه بنام كتير؟ هتلاقي الإجابة في حدود مش ورايا حاجة أعملها. ومش ورايا حاجة أعملها دي كارثة. خلي بالك لو دي الإجابة اعرف إنك في مشكلة كبيرة، بس مش وقت نتكلم في الحتة دي. بركز بالليل وبعمل اللي ورايا بالليل. ممكن تلاقي الإجابة مش عايزة أصحى، مش قادرة أصحى. طب ليه؟ عشان عندك حاجات كتير قوي تخلص انت مش عايز تعملها، مش عايز أصلا تتحط في الموقف ده قدام الحاجات اللي وراك، فماشي بمبدأ لو نمت مش هحس بالذنب إني معملتش اللي ورايا. فانت كده في المرحلة دي وصلت إنك عرفت سبب مشكلة النوم، ده في حد ذاته خطوة كبيرة قوي في الحل. ليه بنقول ان تحليل المشكلة وسببها هو اول خطوة في الحل؟ لان انت طالما وصلت معايا للنقطة دي دلوقتي، انت كده بقى عندك وعي. والوعي بداية الطريق اللي بنبدأ من عنده بقى نشوف طشاش من الحل. انك بقيت معترف ان وراك حاجات عايز تنجزها، تمام. تسأل تاني نفسك ليه. ايوه، اسأل نفسك ليه الحاجات دي عايزة تخلص. فالإجابة ايه؟ الإجابة هي الدافع، الإجابة هي الحافز. كل ما وعيك بالمشكلة وسببها وأثرها عليك زاد، كل ما الدافع عندك لحل المشكلة دي زاد. كل ما قربت أكتر من حل. بعد ما حللنا المشكلة وسببها، ساعات بيبقى أصلا حلها معروف، يعني واضح جدا لمعظم الناس، زي الوزن مثلا. أكيد الحل دايت، أكيد الحل رياضة، مش هنخترع. فمشكلة زي دي بيبقى الحل موجود، بس المشكلة انت اصلا مش مدرك. يعني ايه؟ يعني انت شايف سؤال زي مسألة فيزياء مثلا، وعلى فكرة في جايد انسر وفي اجابة موجودة، بس انت اصلا مش فاهم ايه اللي مكتوب ده، ايه الطلاسم دي. اول ما بتفهم السؤال كويس، تطلع المعطيات، خلاص ظهرت المشكلة قدامك كويس، بس خلاص فهمت الاجابة جت منين.
ففكرة مالكش مزاج دي مجرد خدعة نفسية عقلك بيداري بيها على مشكلة أكبر، وبيحاول يقنعك بيها عشان ما تتحركش. لو فهمت إن ده مجرد تلاعب هتبدأ تسيطر عليه. ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. يعني فكر في الموضوع ده كويس قوي. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. انا شايف ان انا هتعب وهصحى بدري يعني هصحى بدري مثلا عشان اخلص اللي ورايا. هنزل جيم وهدفع اشتراك وهضيع وقت كتير وهبذل طاقة ومجهود جسدي وجسمي يوجعني بس عشان اخس. انت متخيل الهدف؟ افهم الهدف. افهم انك عايز تخش كلية معينة فلازم تذاكر. افهم انك عايز تنجح في حاجة معينة لازم تتعب فيها وتدي. عايز توصل لوزن معين او صحة، يعني عايز تحسن من صحتك وده هدف كبير جدا لازم تتعب عشان اول ما تقتنع. يعني عقلك مش هيلاقي مهرب. زي ما احنا بناكل وبنشرب، انت يعني بتجوع بس يعني سن جوع كده تقوم تاكل وتشرب على طول. ما بتقدرش تقول لا لا ما فيش وقت اكل واشرب. ايه اللي ما فيش وقت اكل واشرب؟ عقلك عارف اهمية الاكل والشرب بالنسبة لك ايه. هو مش هيشتغل هنموت. فيلا نعمل كده. فهمت الفكرة؟ الحيلة التانية هي الاستدراج، وهي انك تعمل حاجة بتحبها جنب حاجة بتحبهاش، فتعمل توازن نفسي وتستقدر تستنجد تستجدد تست... تستدرج عقلك للتاسك اللي عايز تبدأ، بحيث ايه تبدأ بحماس وتندمج بعد كده. وعلى فكرة عقلك بطبيعته هيحب جدا يخلص الحاجة اللي بدأها، بس مش هتحس بده غير لما تندمج. الحيلة التالتة هي قاعدة خطوات صغيرة ثابتة. الجملة دي من عندي على فكرة، يعني لو حابب تكتبها عندك في النوتة وتكتب منها اللي قلتها. المهم، خطوات صغيرة ثابتة هي انك تقسم المهام عشان العقل بيشوف المهمة كلها مرة واحدة فبيحس انها جبل ما بيخلصش. الحل قسمها. بدل ما تقول هخلص المذاكرة كلها قول هقرأ صفحتين، صفحة، نص صفحة. لو في حاجة حاسس انها تقيلة عليك قول لنفسك هعملها بس 5 دقايق. الفكرة هنا انك تكسر الحاجز النفسي. يعني عارف لما يكون حد عنده فوبيا فيروح يعالجوه بالصدمة يحطوه قدام الحاجة اللي بتخوفه، اعمل كده. يتحط كده قدام المنهج، خلاص لازم نخلص. طبعا مش هنخلصه كله في قعدة واحدة، بس قول ايه 5 دقايق 5 دقايق في 10 دقايق في ربع ساعة كده. مجرد ما تبدأ هتلاقي نفسك مكمل. والعقل اوقات بس محتاج دفعة كده عشان يتحرك. وهنا ممكن تستخدم حاجات زي البومودورو وهتساعدك قوي. لو متعرفش البومودورو دي طريقة مذاكرة، هي 20 دقيقة مذاكرة و5 راحة أو 50 و10 براحتك. لو عايز تطول أكتر من كده، لكن المهم الراحة دي ما تمسكش الموبايل. أنا نبهت أهو عشان ما ترجعش تقول دي طريقة فاشلة. محدش قالك امسك الموبايل وافتح في البريك ساعة. الحيلة الرابعة شيل المشتتات عشان تساعد عقلك يركز. الحيلة الرابعة شيل المشتتات عشان تساعد عقلك يركز وما لاقيش مهرب من اللي بتعمله. واهم مهرب لازم تخفيه هو التليفون. ايوه ده اول واهم مشتت. مش هقولك امسك موبايل بزراير وبتاع، بس حطه في اوضه تانية. خلي البيئه حواليك تدفعك تشتغل مش تضيع وقت، بما فيها شكل مكتب كويس وكده بس بتوازن. يعني ايه؟ ده انت بتذاكر على الموبايل ومحتاجه، ما مش هتحطه في اوضه تانية. ماشي امسكه، بس تنزل مثلا ابلكيشن يخليك ما تفتحش الفيس والواتس. امسحهم يا سيدي من على الموبايل فترة الدراسة، ويبقى يعني لو انت بتحتاج الفيس والواتس في حاجة افتحهم من على البي سي. يعني في حاجات كتير. الحيلة الخامسة هي مهمة قوي وما تستهترش بيها لانها ما تقلش اهمية عن اللي فاتوا خالص. في ناس كتير بتفوتها وترجع تقول الحيلة دي مش ناجحة. لازم تكافئ نفسك. اوعد نفسك بحاجة تحبها بعد ما تخلص جزء من شغلك. أكلة بتحبها، فيديو بيضحك، 10 دقايق راحة، فيديو تحفيزي. انت يعني حد انت بتحبه مثلا او قناة بتحب تسمعها زي قناتنا كده. المهم يكون في حاجة حلوة تستناها بعد الشغل. ما هو عقلك اللي انت تعبته معاك ده لازم يتبسط وتديله حقه. انت لو حد عمل فيك جميلة بتديها له. عقلك اللي بيعملك كل حاجة مش عايز تديله يعني جزء من حقه. الحيلة الأخيرة، لا تتعامل مع نفسك كأنك العدو. أكبر غلطة ممكن تعملها هي إنك تلوم نفسك أو تحس إنك شخص فاشل ومش بتنجز. ده في حد ذاته بيزود المشكلة مش بيحلها. لو وقعت في التسويف وما لقيتش نفسك قادر تخلص اللي وراك خد نفس عميق وابدأ من جديد. دايما قول لنفسك أنا ببدأ رحلة الالتزام دلوقتي. مفيش بدري ومتأخر. يعني مفيش بدري ومتأخر. هو مين بيحسب علينا أصلا؟ مفيش بدري ومتأخر انت حياتك انت
زي يعني هو مش سباق، تمام، هو مش سباق، هو طريق كده كده هتمشيه. مفيش في بقى طريق انت بتبقى ماشي في الطريق وحد يقول لك انت بادئ متأخر، لا مفيش ميعاد معين. انا بس ببدأ دلوقتي، وكل ما ابدأ اسرع عارف ان انا هلاقي نتيجة اسرع. العقل بيحب الافكار الايجابية اكتر من جلد الذات، ده هنتكلم عنه بالتفصيل في حلقة تانية، استناها عشان هتبقى دمار. الخلاصة، كل اللي قلناه ده مبني على مبدأ انك اللي بيحركك دايما افكارك ومشاعرك. لو فهمت اللعبة اللي عقلك بيلعبها عليك وقدرت تتحكم فيه بدل ما يتحكم فيك، والتغيير مش بيجي في يوم وليلة، هو بيبدأ بخطوة بسيطة، انك تبدأ، ما تستناش المزاج يتظبط، انت اللي تظبطه. وعلى فكرة كل الحاجة اللي احنا قلناها دي يعني مش مطلوب منك اصلا انك تعملها كل يوم، فاهم؟ وعامة اي حاجة من الحاجات اللي انت بتشوفها في اي حتة اللي هو نصايح للالتزام وكده، اكيد انت مش مطلوب منك تعملها كل يوم، تمام؟ انت كده هتخش في حتة المثالية وحاجات ما مش منطقية. يعني ايه مش مطلوب منك؟ انا بقولك خلص اللي وراك، مش مطلوب منك انك كل يوم تخلص كل اللي وراك وما تبقاش مراقب 100%، لا ده مش هيحصل. طبيعي في يوم من الايام انتاجيتك هتقل السنة، وانا قلت لك ازاي تتغلب على الموضوع ده، تمام؟ بس مش هتوصل ل100%، عادي جدا، عادي جدا. مش لازم كل يوم تصحى قبل الفجر ب3 ساعات، عادي يوم اصحى الفجر ويوم اصحى متأخر شوية. المهم انك ما تحسش ان ده عادي، الانتاجية القليلة دي والعادات السيئة اللي بتعملها ده العادي وانا كده كويس، لا انت كده مش كويس. لازم تقنع نفسك انك كده مش كويس. لما تقنع نفسك بأهمية اللي انت عايزه، وان لازم يبقى عندك هدف، ولو ما عندكش اعمل هدف ودور على هدف. مفيش حلم او حققت حلم او لظروف ما الحلم ده مش هيتحقق، دور على حلم جديد، تمام؟ يعني انت موجود. الكاتب دكتور احمد خالد توفيق بيقول طول ما العظم موجود اللحم يجود. فانت موجود طول ما انت عايش كده وبتتنفس، تتنفس بس، ما قلتلكش كل حاجة تبقى متوفرة لك وعندك كل مميزات الحياة وعندك كل الاوبشنز وعندك فلوس وصحة ووقت وكل ده، لا كل ده مش هتوفر لك في نفس اللحظة اصلا، فما تستناهوش يتوفر لك، هي دي المثالية. لا انت بتستغل موجود طول ما انت بتتنفس تبدأ. فالناس اللي بتشوفهم بينجزوا كل يوم هما مش سوبر هيروز، هما ببساطة دربوا عقلهم زي ما قلنا وحافظوا على عهد الالتزام يوم ورا يوم. بما انك وصلت معايا لحد هنا، احب اقول لك على سر، يعني ان انا بعمل الحلقة دي ما كانش ليا مزاج لكن زي ما انت شايف اهي وصلت لك. انا اروى تامر من تيم ايزي ليرن، اتمنى تكون استفدت واستمتعت، وقوم بقى شوف اللي وراك، مالكش حاجة.